مساء الخير، ومعلش انا جاي ارخم عليكم شويه وجاي اتكلم معاكم عن مسلسل عمر افندي. من كام يوم انا كنت قاعد كده، طبعا انا مشترك في جروبات كلها بتاعت مسلسلات. لقيت ايه بقى يا سيدي ومسيرك الا رسول الله؟ لقيت شويه تعليقات ايه لوز العنب، ناس عماله تعلق بتعليقات كلها اعجاب بالمسلسل. لقيت ناس يا معلم عماله تتكلم عن المسلسل بطريقه محترمه جدا وكل التعليقات ايجابيه. وعلى سبيل المثال الاستاذه بهيره المبهوره كاتبه بجد يا جدعان، هو ينفع مسلسل بالانبهار ده يبقى 15 حلقه بس؟ فترد عليها استاذه وفاء وتقول لها بجد يا استاذه بهيره انا مش عارفه ازاي يعملوا المسلسل ده 15 حلقه. فبهيره ترد عليها تقول لها ايه، لا يا حبيبتي انا ما اسميش بهيره، انا من كتر انبهاري بالمسلسل سميت نفسي بهيره المبهوره اللي مش حاطه صوره. ترد عليها وتقول لها وعلى فكره انا اصلا ما اسميش وفاء، انا اسمي الحقيقي انتصار، بس من كتر ارتباطي ووفائي بالمسلسل سميت نفسي وفاء. فقلت لا 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 لا، الموضوع كبير قوي، انا لازم اتابع المسلسل ده واتفرج عليه. هوب طب الكيك، لقيت لك فيه خناقه كبيره جدا بين الاستاذ علي الطيب دايره على حوار دي حاجه 13 خالص، ويرد عليه الاستاذ احمد حاتم ويقول له يا عم ده مسلسل وكلنا بناخد من بعضينا والحياه لوز. بس انا قلت لا، لازم اتفرج واتكلم معاكم عن المسلسل بطريقه احترافيه، نتكلم عن الورق، نتكلم عن القصه، نتكلم عن الممثلين، نتكلم عن الاخراج، نتكلم على كل حاجه تخص المسلسل. هل المسلسل حلو ولا المسلسل وحش؟ بس في البدايه يلا بينا نبدا الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده صلي على النبي، اشترك في القناه، فعل الجرس. هنتكلم في فيديو النهارده عن مسلسل عمر افندي. المسلسل حلو ولا وحش؟ يرجع للمشاهد، في مشاهد هيشوف ان هو حلو وفي مشاهد هيشوف ان هو وحش، وعلى حسب المود اللي قابل المشاهد بيه المسلسل. انا ما اقدرش احكم على مودك في المسلسل ايه، لكن اقدر احكم على المسلسل. فانا دلوقتي هتكلم على المسلسل. المسلسل بالنسبه لي انا كسيناريست وممثل ودارس كل قواعد الفن، حلو ولا وحش؟ من الاخر لو انت عايزني اقول لك المسلسل حلو قوي وجميل قوي واقعد اطبل في المسلسل، يبقى انت هتتضايق مني في الفيديو ده. لو انت عايزني اكلمك بما يرضي الله، يبقى انت يا معلم معايا في الفيديو ده وفي الفيديوهات اللي جايه، لان انا الوسط ده انا فيه من زمان، وكل واحد في الوسط ده هعرف اديله حقه بما يرضي الله من خلال القناه دي. يعني لو حاجه حلوه هقول عليها حلوه جدا ومش هيهمني، ولو حاجه وحشه هقول عليها حاجه وحشه جدا وبرضه مش هيهمني. مسلسل عمر افندي من وجهه نظري انا شفت انه مسلسل كقصه ممكن تكون حلوه جدا جدا، بس اتكتبت وحش جدا جدا وفيها اخطاء كبيره جدا بتهني انا كمصري وكمشاهد. هقول لك عليها واحده واحده. في بدايه المسلسل بيبدا ان في شاب ورث بيت عن ابوه وقرر يبيعه. فجاه لقى سرداب، والسرداب ده بينقله من تاريخ الى تاريخ قديم تاني خالص. يعني احنا دلوقتي 2024، هو بيروح ل 1943. فبيفتح على ايه؟ ودي الكارثه، بيفتح على شقه دعاره. هنا تيجي تقول لي ايه؟ طب وفيها ايه يا عم؟ لا، اقول لك خلي بالك، وخلي بالك من بين السطور، احنا ناس بنكتب وفاهمين. معنى ان هو فتح على مصر قديما انه شايفها شقة دعارة، فدي حاجة مقرفة جدا جدا جدا. ليه يا عم شقة دعارة؟ ليه من وجهة نظرك بتقول لنا ان مصر زمان كانت عبارة عن شقة دعارة؟ هتقولي لا 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 ده سياق كوميدي وانا بعمله ككوميديا. لا يا باشا، مفيش الكلام ده. ما تعملوا يا عم مستشفى مجانين، اعملوا يا عم مصلحة حكومية، اعملوا اي حوار تاني. اشمعنى انت من وجهة نظرك كمؤلف شايف ان مصر قديما كانت شقة دعارة؟ ده بخلاف بقى انه عامل النسوان اللي فيها وحشه جدا. يعني كمان زمان من وجهه نظر المؤلف ان مصر كانت عباره عن شقه دعاره وحريمها وحشه قوي. طب يا عم استنضف، حط شويه حريم حلوه، خلينا حتى نتفرج ونروق على نفسينا. لكن نبص نلاقي حريم كلها شبه الرجاله، يا عم حرام عليك، ليه بتعمل فينا كده؟ الحاجه التانيه والمهمه انه مطلع كل الرجاله اللي في العصر ده لا مؤاخذه خواجات. يعني انا اللي حسيته كده من وجهة نظرك كمؤلف ان مصر قديما كانت شقة دعارة وحريمها وحشة ورجالتها لا مؤاخذة خواجات والدنيا بايظة. طب ايه الرسالة اللي انت عايز توصلها لي في الموضوع ده؟ انا ممكن بنفس الفكرة كنت عملت فكرة تانية كانت ضحكتني اكتر من كده بكتير، وحافظت على الناس القديمة وخليت سيرتهم حلوة، ما يبقاش واحد زي حالاتي قاعد يقول ايه ده؟ هو من وجهة نظره شايف مصر زمان بالشكل ده. من وجهة نظري ان القصة ممكن تكون حلوة بس مكتوبه وحش قوي، فوقعت القصه وخلتني مش مبسوط منها وانا بتفرج من اول حلقتين ثلاثه. ندخل بقى على الممثلين. انا شفت ان قص العمل كله ما عجبنيش الا 4 بس هما بيمثلوا عجبوني جدا. نبدا بيهم بالاستاذ محمد عبد العظيم. الممثل ده يا جدعان مرعب
اقسم بالله كنت بتفرج عليه وميت على نفسي بالضحك، بالذات الحته لما كان هيشتري التمثال الفرعوني ب 50 ساغ من الراجل، فقال له خد يا عم كل الفلوس اهي، فالراجل بيقول له يا عم ده الراجل ده بيفهم. شوفوا بقى يا استاذ محمد عظيم قال له ايه، وشوفوا البصه اللي بصها لاحمد حاتم ايه، بيقول له 50 ساغ ده راجل كروديا. شفت هو بيقول كروديا ازاي؟ فعلا تحس ان هو واحد شايف ان واحد بيضحك عليه وعادي جدا، ده راجل كروديا، واستخدم اللفظ الصحيح لكلمه كروديا او المغفل او لهطل او العبيط اللي احنا بنقولها دلوقتي، استخدمها صح. قال لك ايه؟ ده راجل كروديا. زمان كان اللفظ بتاعهم كده كروديا. نيجي بقى للممثل التاني اللي عجبني في المسلسل جدا، وبيني وبينكم هو دوره كان حلو قوي، مصطفى ابو سريع. على فكره مصطفى زمان كان صاحبي جدا، بس هو ربنا كرمه بقى، ومش هقول لك بقى ان هو مثلا بيتنك عليا ولا حاجه، لا بالعكس خالص، احنا بقالنا كتير ما اتقابلناش، بس زمان كنت انا وهو اصحاب وعلى طول بنمشي سوا، فربنا يكرمه. ومش بقول لكم ان هو مثل الدور حلو عشان هو كان زمان صاحبي ولا حاجه، ابدا. انا ما بجاملش حد حتى اخواتي، والله العظيم لو مصطفى عمل حاجه وحشه، واكيد هيعمل حاجات وحشه هطلع اقطعه، لكن هو في المسلسل ده عجبني جدا. كان عاجبني ثقته بنفسه قوي، كان عاجبني انه مش مهزوز، كان عاجبني انه راكب الدور وتحس ان هو بطل من ابطال المسلسل فعلا. فده يرجع لشخصيه مصطفى ابو سريع، عجبتني جدا. ندخل بقى على الممثل الثالث اللي فعلا عجبني وهو احمد سلطان. احمد سلطان كان طالع بكاركتر كوميدي ذكي جدا وخفيف جدا وموتني من الضحك. عشان تعرفوا حاجه، بصراحه احمد سلطان ده عنده قبول غير عادي، انا بحبه، عشان كده بقول له يا حماده كمل، انت راجل عندك قبول وما ترميش نفسك بعيد، لا خليك قريب عشان العجله هتمشي معاك، واسمع كلامي، انت احسن من ناس كتير قوي موجوده، بس انت اللي بتختفي. نخش بقى على الواد اللذيذ اللي عجبني قوي، الواد الصغير، بس ده مش صغير، ده كبير قوي يا عم، انت كبير قوي كده ليه؟ الواد اللي اسمه جان رامز. الواد ده اقسم بالله حكايه، بس عيبه في المشهد اللي عمله وعجبني فيه انه اتكلم فيه بنفس طريقه اليومين دول. يعني الواد ده لما كان متعلق كده وعمر افندي بيقول له انت متجوز ياض وبتاع، وهو مش مستوعب الكلام، كان بيرد عليه حلو قوي، بس المشكله انه كان بيرد عليه بطريقه 2024. تخيل لو رد عليه بطريقه 1943 كان الموضوع بقى احلى بكتير. انا وانت قاعدين بنتفرج ان الواد لذيذ جدا ومستمتعين بيه جدا، بس انا وانت عارفين ان دي مش لغه 1943. ما كانش ساعتها ينفع ان عيل صغير يقول واحد اكبر منه انت عبيط، لا دي ما كانش لغه 1943. هي المشكله هنا في اللي كتب المسلسل ما ذاكرش شويه. ومن وجهه نظري المتواضعه ان كان في شويه حاجات حصلت في المسلسل مش عجباني ككتابيا وكاخراجيا، هسردها معاكم سريعا ونتكلم فيها. يعني مثلا مشهد الصوره اللي كان طالع يسرقها، هو قال للراجل اللي عايز الصوره تسرق اطلع امضي على الصوره من فوق، فالراجل طلع مضى على ظهر الصوره. طب ما ظهر الصوره ده اصلا بيبقى معروف ان هو خشب، يعني هو مضى على الخشبه وانت طلعت سرقت له الصوره؟ ففي هنا حته مفقوده انا مش فاهمها، انتوا عملتوا كده ليه؟ يعني ايه اطلع الزق صوره كوبي على الصوره الاصليه وفي الاخر اطلع امضي عليها وفي الاخر هو ياخدها؟ ده مش احترافيه، انتوا كده سلقتوا السيناريو. الحاجة التانية اللي هكلمك فيها في نفس المشهد، صاحب القصر طلع وكبس على عمر افندي، فعمر افندي قام مستخبي تحت المكتب، فانا قلت بس يا معلم اتقفش وهيحصل حوار، هوب قط فتح على ان ايه عمر افندي قاعد في القهوه، فانا قلت معلش يبقى المشهد ده هنعوزه بعدين يحكي لنا بفلاش باك اللي حصل وخلاه يهرب من الراجل وبموقف كوميدي يضحكنا. قعدت انتظر لغايه اخر المسلسل ان يرجع بالفلاش باك، ما رجعش. طب انت دخلت الراجل صاحب القصر في المشهد وقعد يقول لا ده الموضوع كبير واحكي لي ليه؟ على اساس ايه؟ هو انت لونجير وخلاص بتطول وبتدخل الراجل في المشهد وخلاص، بتعمل له يوم تصوير وخلاص؟ دي قصه مش لذيذه. ممكن تكونوا انتوا بقى ايه نسيتوا تكملوا الموضوع ده، بس انا بعلم لك على الحته دي وبقول لك خلي بالك انت في السيناريو الحته دي واقعه منك. هكلمكم برضو على غلطات اخراجيه ما عجبتنيش بس قلت اعلم لكم عليها. في الحلقه العاشره كان طبعا ضيافتي قاعد مع البت اللي بيحبها دي في جنينه، الصوره دي ايه رايك؟ خدت بالك من حاجه؟ مش هطول عليك عشان ما تقولش ان انا رغاي وغلس وخلاص، لا الصوره دي المفروض ان هم في سنه 1943، واخد بالك من الشجره عليها خرطوم اناره ليد. يا جدعان الخرطوم ده ظهر في 2005 وكان صرخه، وكان اللي بيشتري 5 لتر ويعلقهم كده في رمضان وينوروا كنا بنقول عليه برنس. الراجل ده شكله كده عنده فيلا في اسكندريه في 2005 مش 1943. دي غلطه اخراجيه، غلطه اخراجيه، والمسلسل مليان غلطات اخراجيه كتير، بس انا والله العظيم مش عايز اقطع في المخرج، هو ممكن يكون لسه جديد فمش هقطع فيه. في حاجات كتير اخراجيا انا شفتها وعلمت عليها وقلت ايه يا عم ده في وقعان، بس مشهد زي ده وخرطوم ليد في 1943 لا يا باشا،
دي انت تتحاسب عليها، وفي حاجات كتير قوي انا سكت عليها مش عايز افتح بقي. ومن ضمن غلطات الكتابه برضو، عشان انا ممكن اكون نسيت فيها شويه بس هرجعها لكم دلوقتي يا جدعان. احنا راجعين بفلاش باك لزمن قديم، يبقى المفروض اللي يتصور قدام الشاشه كل الاجزاء اللي فيها احمد حاتم، ان هو نفسه رجع بالزمن. لكن ما ينفعش احمد حاتم يبقى قاعد مع بنته بيهزر وبيلعب وترجع لي بفلاش باك لوقت اصلا ما كانش موجود فيه احمد حاتم، واصلا الناس دي المفروض كانوا ماتوا. ياسي قاعد مع بتاع الدوره وبيحكي في موضوع احمد حاتم مش فيه، او الشخصيه بتاعت عمر افندي مش فيه. دي غلطه في كتابه السيناريو يا جدعان، ما ينفعش. وفي الاخر نفس الغلطه بالظبط. عمر افندي طبعا قاعد في سريره بيفكر في الجو بتاعه او البت اللي بيحبها زمان، اللي المفروض اصلا في عالمها دلوقتي تكون ماتت اصلا ومش موجوده. برضه هي قاعده في نفس الزمن بتاعها قاعده بتفكر فيه. هو احنا يا باشا كروديات؟ يا عم اعمل اعتبار ان في ناس بتفهم وهتطلع تقطعك بسبب الحاجات دي. الحاجات دي مهمه جدا 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 ولازم تخلوا بالكم منها. وعلى فكره انا مش على المسلسل ده بس، انا اي مسلسل احس ان هما بيستقرضوا فيه المشاهد والله العظيم ما اسكت لهم. والمسلسل الحلو هطلع اتكلم عليه حلو. وعلى فكره انا مش بقطع وبس، لا بالعكس، انا اتكلمت عن مسلسل البيت بيتك بمنتهى الرقي ومنتهى الجمال، وقلت المسلسل ده مكتوب حلو جدا وشكرت فيه، بالرغم ان انا ليا خلاف مع ناس من اللي عاملين المسلسل، وقمت شديت بلاستر وخليت الخلافات على جنب او الزعل على جنب واتكلمت عن المسلسل حلو جدا. فاذا انا من قناتي دي مش بقطع وخلاص، بالعكس انا كان نفسي النجاح اللي انا شفته في البوستات اللي بيتكلموا فيها بكل جمال عن عمر افندي ده كان نفسي يبقى حلو بجد. لكن المسلسل وحش قوي. على فكره انا ممكن اطول عليك جامد جدا واكلمك وافصص لك المسلسل ده حته حته اكرهك فيه. يعني مثلا الحته بتاعت لما راح لامل الترزيه دي في اخر لها راجل لونجير 10 دقائق قعد يفصل في بدله وبتاع. يا عم روح اشتريها يا عم من تحت الكوبري، هتجيبها من عند ابو نسمه ب 50 جنيه وخلاص. المشهد بتاع مراته لما راحت له الزمن بتاعه، يا راجل ده انا نفسي لو رحت المغاره دي ما اعرفش اخش ده كله، برغم ان انا شفتك بتخشها 50 مره. لكن كتر الحاجات اللي انت حاططها دي هتخلينا اتبرجل واتلخبط، ودولاب ومكتبه وسجاده في الاخر مراته معديه وعادي جدا وسداح مداح، وعدت من بيت الدعاره عادي وكروت يا معلم احشي منبار بتفرج وفي الاخر يطلع يقول حلو. طبعا كله في الهجايز. هقول لك على حاجه اخيره وانت برضو ترجم معايا وشوف. اللي بيجي له برد بيقعد في البيت نايم اسبوع. دياستي باشا اخد طلقه في بطنه بعد 3 ايام نزل وخرج معاهم وقاعد بره وهي السلام عليكم والسلام واتكروتنا في الجثه ودفنوه وبتاع، في الاخر طلع هو قاعد فوق. كله منتهى غيظ. بيكروتوا خلاص، بينحتوا خلاص. المسلسل كقصه كان ممكن يطلع منها احلى من كده 10 مرات، بس الناس دي ما صدقت. جالها نحتايه ومصلحه، ويلا يا معلم انت تاخد كذا وانت تاخد كذا وانت تاخد كذا، ونعمل النحتايه دي في السريع وهوبا سلقونا وعملوا المسلسل ده. لكن كفكره والله العظيم يطلع منها مسلسل قد ده 15 مره. بس هم اقلب يا عم، مش النحتايه جت يلا نخلصها عشان نخش في غيرها. احمد حاتم دي مش ادوارك. انت كنت ممثل وحش جدا في المسلسل ده. انت ما عجبتنيش غير في مشهدين، ما كنتش بتنطق فيهم، اقسم بالله ما كنت بتنطق فيهم. هم دول المشهدين اللي انت عجبتني فيهم. المشهد اللي كان احمد سلطان بيحكي فيه قصه التمثال ومكسور وعمله بشكرتون ومش عارف وخسر مين وانت قاعد تبص له بس، ده عجبني جدا منك وكنت انت مموتني من الضحك وانت ساكت ما بتتكلمش. وفي مشهد تاني برضو في الاخر كنت انت ساكت ما بتتكلمش وقاعد تبص، عجبتني فيه. تخيل ان مشهدين بس في المسلسل كله عجبوني ليك وانت ما بتتكلمش. لا يا باشا، انت تروح تتدرب، اسمع مني، تتدرب على المشاهد دي وتتدرب على التمثيل ده، مش عيب. انا ايام ما كنت بدرس مع دكتور محمد الهادي كان معرفني حاجات مهمه جدا، منها ان الست امينه رزق، احنا لما نقولها المفروض التليفون ده يتهز، كانت بتروح له هي امينه رزق عشان يدربها على مشاهد معينه في افلام جديده. فكنت اقول له يا دكتور يعني ما تكذبش عليا، امينه رزق؟ يقول لي امينه رزق وعبد الله غيث. انت سامع الاسمين اللي انا بقول لك عليهم دول؟ امينه رزق وعبد الله غيث، اللي هم انا اسف يعني لو دخلوا الحمام وعملوا حمام هيعملوا حمام تمثيل. لما كان بيجي لهم ادوار جديده كانوا بياخدوا ورش تمثيل عشان يركبوا الدور ويشتغلوا عليه. عشان كده الناس دي ماتت من سنين، بس لما يتذكر اسمهم دلوقتي نقف لهم باحترام. فمش عيب يا استاذ احمد ان اروح اخد ورشه تمثيل واعمل معايشه للدور وابقى جاهز ليه جدا عشان اتطور من مرحله لمرحله اخرى وابقى نجم شباك. نروح بقى للاستاذه ميران عبد الوارث. معلش انا اسف، انا اصلا ما كنتش اعرفك، فعملت سيرش كده على جوجل عرفت ان انت بنت الاستاذ احمد عبد الوارث. انا اسف ليكي، انت ما عندكيش قبول، انا ما هضمتكيش، انا حسيت ان انت بتمثلي. عارفه في ناس كتير قوي بتطلع اول مره كده ونشوفها تحس ان في قبول والناس دي انت مبسوط منها.
بصراحه انا اسف، انت في المسلسل ده ما عجبتنيش، ممكن في مسلسل تاني تعجبيني، والله اعلم. انا مش بحبطك، بس انا معرفك ان انت خانك التوفيق في المسلسل ده. برضه بقولها لك انت كمان، مش عيب جدا ناخد ورشه واعمل معايشه للدور؟ اباطره بقوا اباطره بسبب الموضوع دوت. فنركز في اللي جاي يا جدعان، والمسلسل عمر افندي اللي عمالين يتخانقوا عليه، ومين اللي قال دي حاجه 13 خالص الاول، ومين اللي قال دي حاجه 17 خالص الاول. عموما هي اسمها حاجه 16 خالص، لان 16 يعني عمل بطاقه من الاخر، ما حدش يقول له الكلام ده الا العبد لله. فالمسلسل الجاي بقى اللي انا بحمله وهتفرج عليه اسمه ديبو بتاع محمد انور، فانتظروني هتكلم عليه بما يرضي الله. خلاص يا نجم انت وهو، لو عجبك الفيديو اشترك في القناه، فعل الجرس، وتابع اخوك، لان انا والله العظيم ما هسيبهم. الوحش هديله، والكويس هقف جنبه واشيد بيه واتعلم منه. سلام عليكم.